تعالى نتفرج على اركا كوليكشن. ده بقيه التشكيل بتاعه. دي غرفه النوم بتاعتنا. ده الترند، درج جواه خزنه. لازم نعمل في كل دولاب حاجه تبقى مميزه معانا، تبقى خاصه بينا. ده خزنه موجوده في الدرج، نحط فيها ورق، نحط فيها فلوس، نحط فيها ذهب على حسب استخدامنا. في حاجتين بيميزوا غرفه نوم اركا او التشكيل عموما في اركا. اول حاجه هي درجه الالوان، الميكس ما بين الاوف وايت. الاوف وايت ده تقريبا احنا بس اللي بندربه على نفس الكيفيه عشان يليق معانا على معظم درجات الالوان، زي الفانيلا لاتيه، زي البريز، زي الجاكور. وبالذات درجه لون الشامبين اللي هي ولا متاكسده فضي ولا متاكسده جولد، هي ميكس ما بين الاثنين. اللي بيميز تاني معانا الغرفه هي التقسيمه الداخليه في الدولاب وفي السراحه. الدولاب عندي جزء ستورج تخزين، مربعات صغيره للاستخدامات. عندي درج زي دوت متقسم مربعات، بنستخدمه للساعات، بنستخدمه للطيات، بنستخدمه للاكسسوارز. عندي هنا ماسوره التعليق قصير، ده بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني معايا هو تخزين، تعليق صغير، مربعات، فراغ كبير. الدرجين طبعا جزء الخزنه اللي جوه. الجزء الكبير اللي موجود معايا هو رفين وماسوره تعليق عليه. مجموعه اركا بتتميز كلها بالدورانات بنفس الكيفيه، بس احنا مغيرين هنا في غرفه النوم عن غرفه السفره ان احنا حاطين لها مقبض 2 يمين و2 شمال. المجموعه الجديده بتاعت اركا هتبقى الجزئيه ديت زي ما هي بالظبط، بس في النص هيبقى في حفر. الدولاب معايا 2 متر 70. احنا بنعمل معظم الدواليب بتاعتنا ابلاكار، ارتفاع للسقف فوق. السراحه موجوده معايا عباره عن درجين ودرجين وقطر برواز دائري مرايه، بس عشان هنا في العرض احنا حاطينه بشكل مش مظبوط. هنا عندي الدرج عباره عن مربعات للميك اب والاكسسوارز بتاعتي. الدرج الثاني بتاعي ساده. عندي هنا درجين استخدام. وده كده الايحاء بتاع الكومود بتاعنا. تعالى نتفرج مع بعض على الكومود وعلى السرير. السرير معانا عباره عن جزء الظهر بتاعه تنجيد. الاستماط بتاعتي خشب، فيه طلاي بالشكل المستطيل وطلاي تاني اكبر شويه بكتفين واخدين حرده السرير. القماشه اللي محطوطه معايا عامل ميكس ما بين القطيفه والكتان. ممكن بطلع منه نفس الفكره على قطيفه، بس بطلع منه نفس الفكره كتان كله. طبعا كل ده قابل للغسيل معايا. انا عندي السرير اللي بنجهزه للغرفه ديت عامل منها سريرين. السرير ده اللي هو الطلاي بنفس الشكل، وعامل منها سرير تاني واخد ظهر الاثنين كومود. انا عندي مقاس السرير العرض بتاعه 170 في 2 متر و10، ومقاس المرتبه 160 في 195. الكومود اللي موجود معانا هو 55، واخد برضو رسمه اركا. تشكيلي الكامل هو على نفس الدورانات الموجوده سواء كان مقبض او شط. العرض بتاعه 55. دي كده كانت غرفه نوم من تشكيل اركا. ما تنسوش تتفرجوا معانا على الجزامه وعلى السفره بتاعتنا والتشكيل الجديد بتاعها بعد التعديل.